هاي بنات، ازيكم؟ هقول لكم النهارده على وصفتين حلوين جدا وممتازين التخلص من السليولايت. لكن لو اول مره تشوفوني او تتابعوني، انا سما الشربيني، فيديو بلوجر، بعمل فيديوهات على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. اتمنى تضغطي اللايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، ويلا بينا نبدا الحلقه. انا قبل كده اتكلمت عن اسباب السليولايت وازاي تتجنبيها. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف تحت في الديسكريبشن او فوق هنا على الشاشه. اتمنى ان انت بعد ما تخلصي الفيديو تشوفيه علشان هو مهم جدا. قبل ما اقول لكم على الوصفتين، لازم نغير شويه حاجات في حياتنا. اول حاجه نغير ولازم ناكل اكلات صحيه، نبعد عن الاكلات الدسمه لان دي مضره جدا ودي من العوامل الاساسيه اللي بتسبب السليولايت. تاني حاجه وهي الملح. كترة الملح او الصوديوم في الاكل، الملح الابيض فقط لا غير، لا المعلبات كلها فيها صوديوم بطريقه صعبه، فلازم انك تتجنبي الملح بقدر الامكان. ممكن تستبدليها بالليمون او الخل او البهارات، ده حلو جدا، ومره في مره هتتعودي على قله الملح في الاكل. وطبعا السكر الابيض من عوامل برضو او من السموم اللي بتضر الجسم وبرضو بينتج عنها السليولايت. كتر اكلات الخضروات والفاكهه ده بيعمل على زياده مضادات الاكسده في الجسم، فبالتالي بيعمل على تلف الخلايا اللي بتسبب السليولايت. رابع حاجه مهم جدا جدا انك تشربي ميه. لازم تشربي ميه اقل حاجه 8 اكواب في اليوم، 8 كوبايات اقل حاجه. انا بقول اقل، يعني لازم تزيدي عنها. يعني لو شربت 12 كوبايه ممتاز جدا. يعني حتى في الشتاء والله يا بنات انا بشرب اكتر من 15 كوبايه في الشتاء، بس ببدا من الساعه 6 الصبح وبخلصهم على الساعه 4 العصر، فبالتالي طول الليل ما بقاش محتاجه ان انا الجا للحمام. لان بنات كتير بتقول لي احنا في البرد وبندخل حمام كتير. ابداي من الصبح بدري، من اول ما تصحي. انا بصحى الساعه 6 الصبح واخري الساعه 4 في شرب الميه. بعد كده بشرب بقى شاي، ينسون، مشروبات سخنه عاديه، عصاير اللي انا عاوزاه عادي، لكن الميه بقلل منها بالليل. المواد الكيميائيه او الدوائيه ده بالنسبه لي ما جابتش معايا نتيجه، وزي المنتج ده انا جربته وما جابش معايا نتيجه. انا زيكم كان صدر عني سليولايت لان في بدايه وزني نزلت بدون تمارين وبدون ما كنت اعرف تكنيك التخسيس ماشي ازاي. التدليك مهم جدا. ممكن تدلكي بايدك وممكن تدلكي بمساج لو عندك جهاز المساج، ده حلو جدا لانه بيعزز وبينشط من الدوره الدمويه وبيعمل على تدفق الدم في الجسم، فبالتالي بيحد من ظهور السليولايت. مهم جدا التمارين في البيت بوزن الجسم، مش هياخد منك اي مجهود، وخصوصا للجزء السفلي زي الارداف والساقين. مهم جدا ان انت تعملي كارديو كل يوم او يوم ويوم، نص ساعه من تمارين الكارديو باي شكل من الاشكال، مشي، نط حبل، سباحه، ركض، اي طرق من طرق الكارديو مهم جدا، وده بيحد من ظهور السليولايت. ويلا بينا نبدا ونشوف الوصفتين عباره عن ايه. اول مكون معانا يا بنات هيبقى عباره عن 3 معالق من السكر. ممكن تزودي الكميه تضعفيها لو المنطقه كبيره بالنسبه لك. هناخد مع بعض 3 معالق من السكر الابيض، وعليهم معلقه حلوه، معلقه كده من الملح، وعليهم معلقه من ملح البحر او الملح العادي يعني اللي هو الخشن ده. هتضيفي عليهم 3 معالق من القهوه. هتضيفي 3 معالق من القهوه. هتضيفي عليهم معلقتين 3 من زيت الزيتون. هتكوني او هتشكلي عجينه. طبعا زيت الزيتون غني عن التعريف من وصفاته ومن الفوائد بتاعته اللي كلها مليانه فيتامينات. يكفي ان هو غني باوميجا 3، وكمان بيعالج البشره الجافه وبيرطب الجسم جدا، بيديله نعومه. وده اول مكون معانا يا بنات، زيت زيتون على ملح على سكر على قهوه، لغايه ما تشكل عجينه مش يابسه، عجينه ماسكه نفسها شويه بالمنظر دي. هتحطها على جسمك بدوائر، هتدلكي بدوائر راحه جايه كده على شكل دايره لمده 5 دقايق او 10 دقايق، مرتين في الاسبوع يا بنات. هيجيب معاكم نتيجه هايله جدا. طبعا الحاجات دي انا هحطها في برطمان وهعينها في التلاجة لما استخدمها. عادي انت ممكن تعينها في التلاجة وتطلعيها قبلها بفتره، قبل فتره من الاستعمال. ده اول مكون معانا. تاني مكون معانا عباره عن قهوه. طبعا القهوه غنيه مليانه كافيين جدا من اللي بيعزز وبيتدفق في الدم بشكل رهيب. 3 معالق من القهوه برضو، او على حسب المنطقه. لو المنطقه عندك كبيره جدا انا بيكفيني 3 معالق بصراحه.
هنحط عليهم معلقه من زيت السمسم. زيت السمسم مفيد جدا للبشره لانه غني بفيتامين اي. طبعا فيتامين اي رائع جدا في البشره، كمان بيزيل الجلد الميت يا بنات. معلقه واحده بس من زيت السمسم. من ميه الورد بتدي ريحه حلوه للجسم، عشان بعد ما بتخلصي بيكون ريحتك رائعه. عارفين الشاي الاخضر يا بنات؟ الشاي الاخضر اللي هو حبيبات، مش اللي هو فتله، اللي هو حبيبات، اللي عامل كده، اللي شكله كده، اللي شكله بيبقى كده، عارفينه؟ كل اللي هتعمليه انك هتفركيه بايدك كده، هتفرميه كده وهتحطيه مع القهوه. شوفوا يا بنات، تهرسوه خالص كده اكنكم بتفرموه بايدكم، هو هيتكسر بسرعه. الشاي الاخضر طبعا، الشاي الاخضر مفيد جدا للبشره وللجسم وللجلد. وهنستخدم مع بعض زيت جوز الهند. انا حطاه في كوبايه، هي يعني ايه، هتاخدي حته زي كده مثلا وهتضيفيها للخليط، هتمزجيهم مع بعض كويس جدا جدا. طبعا زيت جوز الهند غني عن التعريف، ده من محاربين الممتازين جدا اللي بيحاربوا الخطوط البيضاء والخطوط الحمراء، وكمان مرطب للجلد، مفيد جدا ومفيد جدا لحب الشباب، وكمان رائع في مكافحة الشيخوخة بالنسبة للسيدات بعد سن ال40. هتمزجيهم مع بعض. طبعا زيت جوز الهند بيبقى ماسك كده، تعرفي ان هو من الاصلي الاورجانيك، يبقى كده من الاورجانيك. هترسوهم مع بعض كويس جدا جدا. الخليط التاني حلو جدا، هو عبارة عن قهوة فقط، معاها زيت الزيتون وزيت جوز الهند، ومعاهم زيت السمسم، ومعلقة من الشاي الاخضر الناشف. هتفركوهم مع بعض برضو، هتشكلي عجينة برضو كده، هتحطيها على جسمك بشكل دائري، كمان بشكل دائري برضو، وتقعدي تدعكي كتير. زي لو عندك بقى جهاز المساج هيبقى حلو جدا. شوفوا جه معايا حته من جوز الهند قد ايه جميله وبتخلي الجسم رائع. هتقعدي تدعكوا يا بنات كده بشكل دائري كتير مده 5 دقايق 10 دقايق. شوفوا يعني انا جسمي بدأ يعني في وجع بسيط، ده يعني في جلد ميت المفروض ان هو يتشال حتى في ايدي، يعني ما بالكم بقى في الجسم. حلو جدا. الخلطات ديت انا هعينها في التلاجة وهستخدمها ان شاء الله. استخدم مكون منه النهارده، المكون التاني الاسبوع الجاي. بيبقى بالمنظر ده لمدة 5 دقايق. استمروا عليها لمدة 2 مرات في الاسبوع على طول يا بنات، على طول، مش فترة معينة بس وخلاص. وبكده دولت الوصفتين اللي انا ماشية عليهم بقالي حوالي. واتمنى ان انتوا تضغطوا لايك للفيديو، وما تنسوش تعملوا شير علشان الفايدة تعم البنات كتير. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.